تعمه علماه. المجهود ما يقدر ينكره حتى واحد. اختلاف آرائنا لا يفسد للود قضية، وإنما يزيدها وضوحا في الرأي والرأي الآخر، لأن الإسلام يخاطب العقل. الرأي والرأي الآخر كم خطير، هذه أخطر من شنو الدخان. اختلاف آرائنا لا يفسد للود قضية. بالأحسن يزرع الإنسان الحب ويزرع الإنسان الخير. الرأي والرأي الآخر نقاش بعقل متفتح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بمسامعكم الكريمة معنا في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامجكم الأثري المباشر الرأي والرأي الآخر. يخدمكم فيه في هذه الصبيحة من هذا الخميس 26 من نوفمبر 2020 عبد الفتاح بوليودنين في التنفيذي الهندسي، مايكروفونيا تلقاكم إيمان شابة. مجددا التحية والترحاب بكل من ألحق مسمعيه بنا اللحظة عبر مواج اف ام وكذلك عبر صفحتنا في الفيسبوك راديو ميلاح. أين نحن من ثقافة الشكوى؟ هل غيابها هو من صعد من الممارسات الابتزازية لدى البعض؟ هل أصبح التحايل سلوك لدى الناقلين الخواص؟ هل هي شطارة أم استثمار في أزمة أم دوس على القانون؟ إذن اليوم مستمعينا الكرام في الرأي والرأي الآخر موضوعنا هو الناقلون الخواص والتحايل في أزمة كورونا أو في ظل أزمة كورونا. الكثير ربما ماهوش نقدر نقولوا فاهم هذا العنوان، الناقلون الخواص والتحايل في ظل أزمة كورونا. رايحين نوضحوه ويوضحوا لنا مباشرة رئيس مصلحة النقل البري على مستوى مديرية النقل بولاية ميلا السيد عمار فصيح قبل الدخول وترككم تتناقشوا في هذا الموضوع وتدليوا بآرائكم عبر خطينا الهاتفيين 031 47 47 47 031 47 48 48 وأكيد عبر صفحتنا في الفيسبوك راديو ميلا. فلنستمع. بالنسبة للانشغال هذا المطروح المتعلق بالتجاوزات من طرف بعض الناقلين المتعلقة بعدم احترام بروتوكول الصحي في الجانب الخاص بزيادة في التسعيرة، فإن مصالح مديرية النقل لم تسجل أي شكوى في هذا الخصوص، وضمن البروتوكول الصحي اللي يتضمن في بند من البنود تاعو هو التكفل ب50% من عدد المقاعد المسموح بها، فإن المواطن يقوم بتسديد تكلفة مقعد واحد، وفي حالة الإخلال أو نقولوها ابتزاز الناقل هذا يبتز المواطن بنقولوها بصريح العبارة يبتز بأنه يفرض عليه دفع تذكرة إضافية، فإنها تعتبر مخالفة قواعد النقل، فما عليه إلا بتقديم شكوى، تحرير شكوى إدارية للمصالح مديرية النقل أو حتى مصالح الأمن اللي راه تتبعوا جزائيا. بالنسبة للمواطن أنا ديما نقول بغياب ثقافة الشكوى لدى المواطن. تلقى مواطن يتصل بنا هاتفيا ويقول لك تعرضت للجملة من تجاوزات من طرف ناقل محدد، نقول له تقدم لي على الأقل بأبسط شيء هو تحرير شكوى. يعني ما قدرش نفتح تحقيق ضد ناقل هذيك من دون شكوى رسميه سواء من مواطن ولا من هيئه رسميه، والمواطن هذا راه محفوظ حقه كامل، يكون مطمئن باللي رانا نحفظوا له حقه، او هي ما نحطوش ما نوصلوش المواطن بان نقابلوه مع النقل كما يقولوها حرجوش، ولكن نتخذوا الاجراءات. بارك الله فيك. هذا هو المغزى من تقديم الشكوى. فيه جانبين، كاين جانب شاكي وكاين جانب اللي مشتكى منه، وحتى المشتكى منه عنده حق الدفاع على نفسه.
إذن أعزائي المستمعين كما كنتم تتابعون، كان هذا رئيس مصلحة النقل البري بمديرية النقل لولاية ميلاد السيد عمار فصيح، أين كان صريحا ومباشرا حول الموضوع الذي نطرحه اليوم للنقاش عليكم أنتم مستمعين الكرام، حول التحايل أو الابتزاز أو الاستثمار في أزمة نسميوه كما كان الحال كما تعرفون انتم، لانه ممارسات ما نقولوش ما نعموهاش على كل الناقلين، لكن بعض الناقلين اصبحوا يستثمرون في ظل ازمه كورونا ويتحايلون على البروتوكول الصحي الذي كان واضحا ومباشرا بانه كل ناقل يهز ربما نصف عدد المقاعد سواء في الحافلات أو في سيارات الأجرة. لكن بعض الناقلين هداهم الله أصبحوا يبتزون الزبائن والمواطنين بفرض عليهم، خاصة اللي يكونوا نقولوا مزروبين ولا في ضائقة ولا الغالب عليهم لازم يديبلاسيو لهذاك المكان، أنهم يسلكوا المقعد اللي راهو في البروتوكول الصحي، يعني ما يعمروهش هكا بالدرجة وما يستغلوهش. نستقبلوا أول اتصال. السلام عليكم، يا مرحبا، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، من معي؟ بادئ نور الدين من شلغوم العيد. مرحبا بك سي نور الدين، أهلا وسهلا. احنا حبيت نوضح تاع التسعيرة هذه. أنا في شلغوم العيد المواطن هو الضحية الأول والآخر، يعني كي داروا هذا البروتوكول الصحي. احنا في شلغوم العيد يجي أي مواطن ولا أي مسؤول يركب في أي طاكسي من الطاكسيات راهو يسلك زوج بلايص، كون يحكم طاكسي راهو يسلك 10,000. قولوا احنا عندنا السعيره تاعنا 25 مليار، لازم تسلك زوج بلايص 5,000 تاع الاخرى. سمعني كل شيء طايح علينا حنايا. بص يا سيدي الكريم، نحن اليوم طرحنا هذا الموضوع لانه وصلتنا عده شكاوى من قبل المواطنين في هذا الاطار، وانت راك مواطن وراك شاهد عيان وراك تاكد المقوله تاعنا. لكن يا سيدي انت كمواطن وتعرف حقوقك وعلى بالك باللي هذه الممارسة راهي مغلوطة وراو انتهاك للقانون، يعني بكل بساطة ما تعرفش تلجأ الأقرب مقر أمن ببلدية شلغوم العيد ولا تروح لفرع مديرية النقل تقدم شكوى. راك مواطن، رانا نكسروا في ثقافة، ربما رانا نأيدوا في هذه الممارسات الابتزازية. لكن الحق الأخت في هذا لازم تكون عندكم سيدي ثقافة الشكوى هكذا، هذا حقكم. نعم سيدتي، وراك عندك حق كل يعني وإنما احنا هذا راهي العام والخاصة، ومش قال نقولوا احنا راهي حاجة شاذ لا يقاس عليه، بصح راهي حقيقة يعني. ثم الناس كامل الناقلين كامل راهم ولاو يمارسوها اسو بوان، يعني الدرجة هذه. يعاد واسمعني فهذه في المواطنين هذه ما كانش فيها ناس تخدم في الاداره، ما كانش ناس تخدم في الامن، ما كانش الناس اللي تطلع كله 5,000 عطيني 5,000 زوج بحال. نعم، ويسلكوه راهم راضيين تما قانعين وعادي. احنا ظانين بلي المديريه الحل الذي اتخذته مع المواطنين هو انها تسلك كل مواطن يسلك زوج بلايص، يبقى هذا هو الاشكال. يعني كنا فاهمين، وانا ما كنتش انا شخصيا ما كنتش فاهم باللي نسلك بلاصتي برك على حد كيف نسمع دوكا انا وانا بطريقي الى ميلا نسمع في هذا الحدث، قلت والله غير نشارك معكم عليه، ومن اليوم فصاعدا تكون فيها اجراءات اخرى. انا كشخصيا راح نتقدم لاي مركز يجرب لي بان نشكي. نعم، شكرا لك على التواصل، على التدخل. جزاك الله خيرا. شكرا لك، بارك الله فيك بركة. نستقبلوا اتصال آخر. السلام عليكم، يا مرحبا، أهلا وعليكم السلام. صباح الخير يا إيمان جامع وليقي والطاقم المعاكي العام هذه الصبيحة المباركة. أهلا بجمال، تحياتنا لكل سكان مدينة الخروب. كيف حالك يا إيمان؟ لاباس الحمد لله. مرحبا سي جمال، تفضل. الله يخليك يا إيمان. نعم، شوفي احنا لازم نتعلم حاجة. كي نشوفوا المناظر ماهيش مليحة والله مظهر ماشي إيجابي، ما عندناش وانا نوافقك الرأي، ما عندناش ثقافة التبليغ، ما عندناش يا إيمان. احنا كمان نتكلموا ونقولوا باللي هاو شفنا علاش ما نتقدموش الشكوى لأقرب مديرية النقل.
احنا في الخروج يعني يا ايمان والله صدقني عمليه التعقيم منعدمه تماما، لا في الحافلات ولا في السيارات. كذلك الحافلات يا ايمان والله العظيم اقسم لك بالله غير الحافلات تتعمر عن اخرها. يعني حتى الباب يولي ما نغلقش، وكي تكمل مع الحافله والله السوفير يقول لك انا ما عجبكش الحال حكم طاكسي. يعني والناس ما بغاتش تامن باللي كاين المرض تاع كورونا. كذلك سياره الاجره والله العظيم غير البلاصه ب 20,000 يدي 3 من الناس ما 2 من الناس، 3 من الناس احسن من 60,000. يعني واقصى تقدير يعني الخدمات ما كانش، وكي تهضر يقول لك ما يعجبنيش الحال وكذا. وين نلوم انا يا ايمان اختي العزيزه؟ نلوم المواطن لازم يتعلم ثقافه التبليغ. ولا هو المشكل كي يشوف مظهر مش مليح يتقدم شكوى، مش عاد بالتليفون يدي الشكوى مدير النقل انا ما يديهاش. وكي تشوف الفم يعطوا طول من نورمال هاي ما عجبتني حاجه، هاي ما عجبتنيش بصح باهي يبلغوا ما يبلغوش. هذا هو الشيء اللي عاد نتكلم لك عليه، لازم نتعلموا ثقافه التبليغ. وشكرا ايمن. يعطيك الصحة سي جمال، نشكرك على التواصل. إذا أعزائي المستمعين دائما الرأي والرأي الآخر متواصل وإياكم إلى غاية 10:00. دائما موضوعنا نذكر به لهذه الصبيحة الناقلون الخواص والتحايل في زمن الكورونا. آية يويو راهي تفاعل معنا وتحيينا عبر صفحة الفيسبوك، راهي تقول مصاصية دماء الفقراء. شكرا لك آية. إذا نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم، يا مرحبا، أهلا وسهلا. صباحك خير وخمير وقمح وشعير ايمان بنتي. ان شاء الله سيده شافيه، مرحبا بك، صباحك مبروك. نهارك مبروك ونهارك باهي يا يما. ان شاء الله يا ربي. تفضلي سيده شافيه. والله يا ايمان بنتي نعم مخيل الجمعه والسبت هم زادوا نحو لي جناف نقل. وبصح هذوك اللي عندهم لي جناف ولاو مدايرين كومون دير كلوندستان، يعني غير شرعي. نعم فوالا طريقة غير شرعية. الخطوة باهي هبطك برك باغزومبل من صناوة للفيلاج كيما نقولوا حنايا 15,000 يا يما العزيزة. ساعة عاد ظرفوا كيما يقولوها الناس تجيك خارجة طارئة ملزومة. تسلكي انت 15,000 من ثم فوق السعيره الاصليه نورمالمون 10,000 هكا يا اخي، نورمالمون 10,000 هيا 15,000 وهذيك ال 5,000 زعما علاه زادوها السيده الشافيه. زادوها كوم كادو بونيوس. نعم تفضلي. نقول لك واش نقول لك يعني يا ايمان بنتي، يعني يكون او موان يرفقوا بالعباد شويه. ونزيد نقول لك ثاني لي جينوف. نعم يا ايمان بنتي. نعم يركب كما يقولوها الناس ويركب العباد دركا ساعات ما يركبوش، وساعات كي ما يلقاوش لا بوليس ابا الي سور شارج. صحيح. والسلام عليكم. يعطيك الصحة سيدة شافية. فقط أعزائي المستمعين للتوضيح وللأمانة أنه حاولنا الاتصال بسيد أبو عبد الله مسؤول عن نقابة الناقلين الخواص، لم يرد، وهذا لربما إعطائهم منحهم فرصة للرد حول هذا الموضوع وهذا الشكاوى المتعددة من قبل المواطنين. اتصلنا بمديرية النقل وبالنقابة. مديرية النقل كانت يعني ردت على هذا الانشغال، لكن للأسف النقابة لم ترد ولم نستطع التواصل معهم. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم، يا مرحبا، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟ صباح النور، معك السيد مرزوق زيدان مسؤول من المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين. يا مرحبا، أهلا وسهلا. ماذا بينا يحضر أهل الاختصاص وأهل الميدان معنا. تفضل سي عبد الرزاق، مرحبا. نعم، شوفي الأخت فيما يخص هذا الحصص، شنو رانا نشوف في الحصص هذه راهي تقدم دائما النظرة على المستغل، دائما النظرة السلبية تكون من جانب ناحية سيارة الأجرة أو من ناحية سائق سيارة الحافلة. هذه مش نظرة سلبية، هذا واقع معاش سيدي، هذه شكاوى وصلتنا. واقع معاش، ولكن أنا بنظري بنظري أنه سيارة الأجرة أو الحافلة هي بمثابة الزوجة الثانية أو العائلة الثانية، لأنه باش تفرض على صاحب السيارة أنه يخدم ويجيب النهار كامل وهو يخدم يجيب لاجورني 150,000 كما يقولوا بصفة عامة، هي خارجة عن نطاق الناقلين. وإنما المسؤولية الأولى اللي تروح المسؤولية للدولة. لو أن الدولة هذا الناقل صاحب الحافلة هذا مادام طبقت عليه 15%، نعم،
الاقل تقدم له اعانه. من المفروض انتم معنيون بالاعانه المخصصه من قبل الدوله يا سيدي الكريم. الاطباء فان الجيش الازرق هو اللي يتحمل المسؤوليه. كاين صاحب حافله راه 9 شهور ما خدمش، منين تاكل عائلته؟ نعم. يعني احنا رانا نشوفوا في الحس هذه تقدم التحريض من بين الشعب والشعب. ربما هذا واقع معاشرة نسلط عليه الضوء، لا مجال للتحريض في هذا المقام يا سيدي الكريم. انتقي كلامك من فضلك وأضعك في الصورة. الجزائر تعيش في أزمة، ونحن لابد علينا أن نكيف أوضاعنا مع هذه الأزمة، أن نكون رحيمين ببعضنا البعض. أنتم كناقلين خواص نعي جيدا حجم التعب الذي أنهككم، حجم المعاناة منذ 10 أشهر، وهذه الأزمة ربما كذلك مستكم كما مست كل الشعب الجزائري. هناك بروتوكول صحي متبع من قبل الجميع، وضعته الهيئات العليا في البلاد، لابد أن يحترم. هذه قوانين يا سيدي الكريم لابد أن تحترم وتطبق بحذافيرها. نعي جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقكم. سامحني سيدي الكريم فقط. نعم، على بالنا بلي راكم نهضروها بالدرجه، على بالنا بلي راكم تقستوا بزاف، على بالنا بلي راكم تعاني، والشعب الجزائري كامل راهو يعاني، ولكن كيما نرحموش بعضنا سيدي الكريم، كيما ما نرحموش بعضنا احنا كمواطنين، هل ننتظر من احد ان يرحمنا؟ والدولة الجزائرية للأمانة راهي قامت وأنتم من الأشخاص المعنيين بتقديم الإعانة كالتجار كباقي الحرفيين، ورانا حاسين بكم سيدي. من ناحية البروتوكول الصحي نحن نقف مع البروتوكول الصحي، ولكن أكيد نورمالمون البروتوكول الصحي سواء ناقل سيارة بسيارة الأجرة أو بالحافلة، إذا كانت تجاوز الشروط الصحية نوقفوا معه. يعطيك الصحة. بس نكونوا هكذا، نكونوا إيجابيين. نطبق القانون عليهم كامل. نعم. فهمتي؟ نعم. صح من ناحية ما إذا كانت نقدموا شكوى على جال 2000 فرق و500 و5000، هذا أمر. هذه ال 2000 أنا يظهر لي سي عبد الرزاق اسمح لي إلا كان متسحرين هذيك ولا ما كانش مشكل. إنه أنا كإنسان كنولي كمواطن نركب سيارة أجرة من 10,000 نخلص 15,000، تجيني حاجة كبيرة باش نروح نشكي بواحد على جال 5000. حسنا لما سي عبد الرزاق نكونوا واقعيين. هذاك يخدم ولا صاحب السيارة، أنا قلت لك في الأول ونعاود لك إنه السيارة هذه ولا الحافلة راهي بمثابة العائلة الثانية. أكيد راهو يسترزق منها، راهو يولي يخدم على عائلتين، والحافلة تعتبر بمثابة عائلة وعندها أولاد. سي عبد الرزاق لما يكون سي عبد الرزاق نشوف ريوضك ودوك يجيك الغرامة تاع 2021 تجينا الغرامه، كل 3 شهور تجيك لاكاس وتجيك الغرامه، ومن عام تجيك لاكاس نص وتخلص كل اخر. سي عبد الرزاق في التلفزيون في الاذاعه تقدموا لنا حصه على واش باش يجي مواطن يشكي بسياره اجره على جال 5000 فرنك ولا بحافله 5000 فرنك. هذه اللي راك تشوف فيها انت يا امر بسيط سيدي، لما يكون السيد رايح على 8 وعلى 12 وعلى ساعتين وعلى يا سيدي هذا اطلب، هذا دير طلب، ولكن باش تقول لي 5000 سيريا انسان يخرج على 8 تاع الصباح على 12 على ساعتين وعلى 4 ساكوت بالنسبه ليه هذا راهو مبلغ، راهي شحال تولي 20,000 راهي شهريه. الانسان يكون يعني شويه يخمم في المعقول. لما تقول لي 1000 فرنك سيدي نروحوا، لما الطالب يا سيدي لما الطالب استسمحك، لما الطالب بانه الدوله تقدم لكم اعانه اضافيه رانا معاك نروحوا في الطرح، لكن لما تقول لي لما يزيد من سيدي راسه 5,000 ولا 5000 هكاك تاع روحه، هذا هو الشيء الغير منطقي يا سيدي. نشكرك على كل حال، يعني نشكرك على هذا التفاعل وعلى هذا التدخل. راكم طرحتوا انتم كناقلين خواص هذا الانشغال تاعكم ورأيكم في هذا الموضوع هكذا باش نكونوا صادقين مصداقيين. سمية عبد الفتاح، نشكر سي عبد الرزاق على هذا التواصل. نستقبلوا اتصال آخر. يا مرحبا، صباح الخير. وخير زميلتي إيمان. زميلتي إيمان من معي، أهلا وسهلا. عفوا صباح الخير. نعم ألو. نعم أنا أسمع فيك. مرحبا بك، تفضل. هذاك بقيت حاكم الموت
رياضه المود تاع سبور. دوماج سبور رانا متوحشين وماذا بينا يزيد يرجع ان شاء الله في اقرب فرصه. ان شاء الله ربي يرفع علينا هاد البلا برك ونرجعوا. سميتو ايمان. مرحبا اهلا. انا ندير سمير ولي نولي انا في بلاصه سمير. في بلاصه سمير وعادل مالا. ان شاء الله. ايه كون يسمعوك يغيضهم الحاله، غير ما تهضرش قدامهم هكا. مرحبا تفضل. الابواب مفتوحه للجميع. المهم نقصد هذه النقلين. انا نقول وجدت النقل هنا سيارات اللي يديو الطوموبيل صح كاينه منها يديو ب 5000 فرنك البلاصه او زادوها منهم. نعم هذا يعني ممارسة غير قانونية البث، أو ربما الأمر تعدى أنه يزيدوا شوية في التسعيرة. راهم عادوا يحسبوا دو بلاس بدل ما يحسب مكان واحد للزبون، يضطر الزبون أنه يخلص المقعد الثاني. وهنا في شغل العيد ويمشيوا كما يقولوا لهم، فهمتي؟ نعم. الحالة راهي تمشي بها أصحاب تاكسيات. نعم. وساعدوا لي يديو منها الصيف ويديو منها حقهم، أعطيهم الحق أنايا. إن عندك طريق جبارات الدنيا ما يديش باش بزاف ويديو الصورة زايدة. هذا رأيك، ولكن ليس بالمعقول لأنه شيء خارق للقانون للأمانة. هذا رأيك نحترموه، راك تعبر عليه بكل أريحية يا سيدي، لكن من باب أنه نوضحوا الصورة، هذا أنت راك تقوله حقه وهذا رأيك نحترمه، ولكن هذا خرق للقانون. وهذا هو عنوان الحصة، التحايل على القانون وعلى الأزمة وعلى المواطن وعلى أوضاعنا ككل. تفضل خويا تفضل. كورونا بالي صح وهي زايدة الشاب. نعم. ما غاز صدق هي ثاني عندهم غرامات ثاني. نقولوا هكذا نقولوا هكذا. أنا ثاني. نعم. نعم. روح الصيف روح ما كاينش حل الاول حل. راك تديبلاسا وتشوف الوضعيه تاع الناقلين. صحيح رانا قلناها، الكل يعيش ازمه بسبب كورونا، يعني ازمه عالميه ماشي حتى محليه ولا وطنيه. يعطيك الصحة على التدخل سيدي، بارك الله فيك، نشكرك على التواصل. نبقى دايما في استقبال اتصالاتكم. صباح الخير، يا مرحبا، أهلا وسهلا. يا مرحبا إيمان. أهلا بالسيدة بلوصيف، وش راكي؟ لاباس بخير؟ صحتك مليحة؟ والله الحمد لله وجزاء الحمد والشكر. تفضلي سيدة. بخير الحمد لله. صحة بك سيدة بلوصيف. صحة بنتي، ربي يعطيكم ربي يعافينا إن شاء الله، ربي يرزقكم كما يقولوا ويستركم. آمين يا رب العالمين. والله شكرا لك. تفضلي سيدة بلوصيف. بنتي والله عندي تدخل برك فعلا. والله نقول لكم ما همش بكل كيديروا فيها هذه. كاينين انا عندي نعم عندي لا فامي يسكنوا في الثانيه الفوق. دائما اختي تما تسكن تقول لي والله يعني دائما واحد فريد يقول لنا واحد فريد في البنك، ولازم تكون معقم، ولي بافيت لازمها تكون اللي ما كانش خاطر يردها من الباب. يعني كاينين وحايد ماشي بكل ميل الانسان على بالك. شوفي دوك نشوفوا نوليو شويه برك اللورا كيما كنا في الاول تاع كورونا، عام الاول كيما يقولوا كيما حبسوا في مارس وكل. شوف كنا حابسين بكل بلاجينات بكل، ما كانش لا مواصلات لا والو. نشوفوا برك نوليو لهذيك البلاصه، هذيك الحكايه تسقمنا. حبس باللي يخدم باللي قاعد. دوق الانسان يشوف لهادي ابو خيرك تخدم ومطبق البروتوكول كيما يقولوا، او تحبس خلاص. حط رحمة ربي في قلبك، حط رحمة ربي في قلبك وتدخل. معليش كي يعود كاين عندي والله غير انا اللي يزيد لك من عندي، معليش الفرن كلها 500 ما راح تنقص ما راح تزيد. المهم انت طبق القانون، امشي بالقانون كما كيقولوا، وما عندك ما عندك شيء الاخر كله زايد ناقص. وهذه الدنيا واحد فيها ما هو رابح، لا انت لا واحد تخلى في الدنيا كامل خايفه. الناس بكلها يمسك ممحونه من هذا الشيء. ربي يسترنا. نعم بكلهم يدخلوا في نص دخلوا حمد ربي وساكتين. لو الانسان يعقب هذه الساعه لا كان ربي ينبع علينا وهز علينا هذه المصيبه، اي تكون لنا عبره. خاطر ما عمرنا ما طبقنا القانون في حياتنا، واليوم كي جانا قانون ما قدرناش نبلعوه. هذه هي
دائما احنا المواطن تاعنا دائما كل ما يخرقش القانون ما يعجبوش الحال. كل من ضابط اخويا كل من ضابط وخلي اللي يهضر اللي قاعد نمشي بالصح تقعد ديما صح. يعطيك الصحة ربي يجيب ما فيه الخير بنتي ويبقي ان شاء الله يستركم ويعطيكم ما يرضيكم. امين سيدتي، بارك الله فيك سيدة بلوصيف، شكرا لك. اذا نستقبل اتصال اخر ثم نذهب الى التعليقات الخاصة بصفحة الاذاعة عبر الفيسبوك راديو ميلا لانها تطلع لنا وما قدرناش نقراوها لهم كامل، نعتذروا منكم. صباح الخير، اهلا وسهلا. صباح النور والورد والياسمين. اهلا وسهلا، من معي؟ معك أم الخير من أحمد راشد. مرحبا بك سيدة أم الخير، يا مرحبا. كيف الحال؟ بك يعيشك طول عمرك. الحمد لله، أنتم لاباس؟ الحمد والشكر، الحمد لله. تفضلي سيدة أم الخير. راح نقول لك على هادو على هادو السائقين والآخر. أنا نقول لك كاين ناس وكاين ناس. أكيد. كاين ناس يعني ما شاء الله. أنا كنت مع الزوج تاعي مريض يعني وننتقل بزاف في ميلان يعني من بريفي نعم. أطباء. صدقيني طحت فيه واحد الشخص رفدني خطره بالدراهم، زدت عاود خرجت من طبيب لقيتو حبستو على باليش كان هو. صدقيني طواف يطلعني ويهبطني الاطباء يعني من لوبيتال يعني البريفي باطل دورو ما داهش عليا. الله يبارك، كثر خير. كاين ناس ما شاء الله عندهم ضمير حي ما ناش نعمو ما نقدروش نعمو وزايد يعني في شاف لي بابي وشافني يعني مع الزوج تاعي وكيفاش شارقه يعني من بلاصه لبلاصه. صدقيني قال لي ولا كان نقدر نستناك والله ما ندي فيك دار ودعيت فيه يعني ما شاء الله يعني هذاك الانسان ربي يستر وربي يقوي من مثاله. امين يا رب العالمين. وكاين ناس يعني بلا ضمير يا مشاني خطوه، كاين اللي مشاني والله ما كاملين بالك 4 مترات بديميل. يعني كاين وكاين يعني ما نقدروش نعمو يعني ماشي غير صحاب لي طاكسيور حتى الحوانت راهم دايرين فينا تسير كيما الحليب كل ما تشريش عليه الشكاره تاع الحليب تاع 6000 لازم تدي عليه 6000 وتشري عليه هذه ولات سيده ام الخير. لا ما سمعتيش، هذه ولات اون موضه، هذه ولات موضه. ايه بونيس تدي حاجه انا ما عنديش تدي حاجه يزيد لك يحتم لك الثانيه. عندي 5000 ويقول لي لازم تدي كلش ب11,000. بالله. ايه هذه ربما هنايا يا سيده ام الخير رانا نرجعوا ندوروا ونرجعوا للنقطه الاولى اللي بدينا منها. هل نحن يعني نعي يعني هذه ثقافه الشكوى؟ هل عندنا هذه الثقافه؟ احنا رانا ما عندنا لا ثقافه شكوى لا تبليغ. رانا حبيباتي سمح لي كلامك هو كبير. انا شخصيا كيما نرفد النمره تاع التجاره نعيط نلقاه والو شافي ويتكوبا. درك انا باش نروح وانا مريضه نروح نغامر نروح للوبيتال ونروح منهم ديجا ما قعداش ما نقعدش باه نروح يعني الايام اللي نقعد فيه من روبوزي. هناك ارقام خضراء سيدتي رانا مقدمينها جميع صدقيني حبيبتي نعم. صدقيني حبيبتي نعيط والو كيما تاع 30 كيما مرض الزوج تاعي باه نستفسر على امور. صدقيني نعيط 1000 مره في زوج وما يرفدوش. يعني نتوما الواحد يعني المخزن الوحيد نتوما راكم الله يبارك ما شاء الله يعني الملجأ الوحيد هي الإذاعة لا مفر. المنبر مفتوح للجميع. نقول ربي يهديك ما يعني مصاصين الدماء يعني كل شويه في الشعبيه كل شويه نتقاسموا المضغه مع بعضنا. علاه انت تدي 5000 من الاخر و5000 من الاخر و5000 شحال تولي الملايير. يعطيك الصحة سيدة أم الخير، رايك وصل نشكرك عليه. آمين ويحفظك لوليداتك إن شاء الله سيدتي. تحية موصولة لكل اللي راهم يتفاعلوا معنا ويتابعوا فينا عبر صفحتنا في الفيسبوك. غانو عابد فوزي بن مسعود راهو يقول السلام عليكم ربي يجيب الخير. غانو عابد راهو يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أغلب الناقلين همهم جمع المال وفقط وليذهب الجميع إلى الجحيم إلا من رحم ربي، خاصة المناطق النائية حيث لا رقابة ولا ردع. الناس تعاني الأمرين. راهو يقول والناس اللي مرضى هما اللي راهم يدفعوا في الثمن، وربي يعفو علينا ويرفع علينا هذا الوباء وهذا الغلاء. يعطيك الصحة سي غانو. ميلابال راهي تقول يسرقوا في الناس الزواولة. انا كي تتحتم نطلع ابي ونهبط ابي وما نركبش.
عيوبة لينا الناقلون الخواص ببلدية عين البيضاء حريش قايمين بالدور تاعهم، الله يبارك. شكرا لك يا يوبا، هذا للأمانة نمد كل ذي حق حقه. أم شابة صباح الخير إيمان، بارك الله فيكم على الموضوع، الحصار بيوفقكم إن شاء الله. شكرا لك يا سيدة أم شدا. فيروزة بان صباح الأنوار والمسرات، وقت الأزمات هناك من يستغل ظروف الناس وكان وقت للربح السريع، لكن نعيب على المواطن أنه لا يقدم الشكوى عندما يرى المخالفة. كل أمر مخالف للقانون نقاطعه، هذا هو الحل. نادد هكذا احنا النساء اصبحنا نخاف ما نقدروش نهضروا، نولي في مشكل مع سيارات الأجرة والزيادات راهي عشوائية. صار يدوم على المواطن أن تكون عنده ثقافة التبليغ، لأنه معظم الناقلين الخواص همهم جمع المال رغم هذا الظرف القاسي الذي نمر به، ولا يهمه صحة المواطن. نور الدين الجيرة يقولنا صباح الخير من الجزائر العاصمة. شكرا لك نور الدين، تحياتنا كل راهم يتابعوا فينا من مختلف ولايات الوطن وحتى من خارج الجزائر، أهلا وسهلا بالجميع. عبدو راهو يقول لي نقصي من الشهرية تاعك 50% باش تحسي بالناقلين. احنا كنا من بين المتطوعين اللي قلنا يا سيدي الكريم لما الدولة الجزائرية فتحت الرصيد العام لمكافحة وباء كورونا، أن من المتطوعين أنهم ينحيوا لنا لحبوا حتى الراتب تاعنا كامل، لأن دائما نعي أن مسؤولين كغيرنا من المواطنين على بلادنا، ورانا واقفين مع وطننا، لأنها هذه الأزمة تمسنا نحن كمواطنين جميعا قبل أن نكون إعلاميين وقبل ما نكون في هذا المكان وفي هذا المناصب. ويا سيدي الكريم نحن هنا لا ننظر، لأن ربما أبسط الأشياء اللي رانا نتحدثوا عليها رانا نطبقوها في حياتنا العادية. شكرا لك سي أمرابط. سفيان زيدي راهو يبعث لنا بتحياته ويحيي كل طاقم إذاعة الجزائر من نميلة. يقول راني نطلع في الحافلة لازم نوضع الكمامة ونعقم يدي ونبعد جسديا ونخاف من تفشي هذا الفيروس. نشكرك الأخت إيمان على الحصة، وربي يعينكم ويحفظكم وربي يرفع علينا هذا الوباء. 031 47 47 47 031 47 48 48 يمكنكم التواصل معنا دائما في الرأي والرأي الآخر. وموضوعنا لنا اليوم الناقلون الخواص والتحايل في ظل كورونا. معنا اتصال. السلام عليكم، يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وش راكي إيمان بنتي؟ أهلين سيدة ملكة، وش راكي لاباس بخير؟ والله يما الحمد لله رب العالمين وجزا الحمد والشكر. تفضلي سيدة ملكة، مرحبا. يزيد فضلك أم الحبيبة. أنا بالنسبة لي واش نقول لك إيمان بنتي، نقول أنا خليو الرحمة بيناتنا، نتراحموا ما بيننا. أنا مول مثلا مول الحافلة والله مول السيارة كيقول أنا رزق ولادي رزق تاع ولادو نازل من عند رب العالمين، ربي هو الرزاق. ايوا العبد ما يديرش بعضه، هو الانسان هذا اللي يركب معاه، بالك سلف هذوك الصوارد باه يركب، بالك كان مضطر انه يمشي للبلاصه هذيك، على هذه مسكين لازم يركب في السياره ولا في هنا. يعني الانسان يخمم في بعضه بنتي، يعني نكونوا قانوعين شويه، يعني ما دامنا في الازمه هذه ماشي كل اخر يقول انا ما خدمتش، وانا الناس كل ما خدمتش، يعني هذه فات علينا كل اللي يركب ما خدمش واللي مول السياره ما خدمش، يعني الناس كل راهي فات عليها الازمه هذه، وحنا ماذا بينا ان شاء الله نرحموا بعضنا. بصح بنتي ثقافه التبليغ وكاين. البارح انا على بالك في الحي هنا، يعني نخرج لك ايمان سامحيني والمستمعين يسامحوني، نخرج لك شويه الموضوع. هنا في الحي تاعنا العرس، احنا الوقت هذا كاين العرس درك، كاينين العراس درك. هذه مباشره الاتصال بالشرطه ما فيهاش والله شوف اتصلت بالشرطه النهار الاول ما حكمتهمش، الثاني اتصلت بالدرك يعني 10:55 قال لك حنا السيكتور هذا خاطينا لازمك الشرطه. عاودت للشرطه 15:48 والله صونا حتى حبس، والله ما هز عليا واحد. يا اخي هاني نهضر فيها على المباشر، وهاني كما كيقولوا اني كاينه واني كل يوم نهضر في الاذاعه، والسي المولود بولقراد شاوي يسمع فيا انني عيطت وما هزوش عليا.
هذا المكلف بالاتصال والله ما هز عليا، راهو من حقه يرد عليك السيده مليكه. والله هذا انشغال مطروح اكيد، ولكن حره يعني للامانه. يا اخي يقولوا لازم تبلغوا كي تشوفوا حاجه ما تعجبكمش تبلغوا. كيفاه انت هذو السيارات اللي جاوا 14 ولا 15 سياره اللي جاوا في الحي هذا مواليهم كل ما عندهمش يعني ما على بالهمش الكورونا هذه كاينه ولا ما كانش، ومركبين معاهم الناس، وكاين اللي حاطين الباضات وكاين اللي ما حاطيش. يعني انا طليت على الطاقه وشفتهم، ومن بعد كي ما هزوش عليا قلت انا اشرح لي خلي يعني في الدار واني مسكره بابي والعرسه نقولوا في الحي تاعي، بصح ماني رايحه ليه، ما عرضوني ما رايحه ليه، بصح وشرح لي. المهم انا بلغت وربي وعالم فوق 7 سماوات وهما دبروا راسهم. أكيد يعطيك الصحة السيدة مالكة، بارك الله فيك، نشكرك على التواصل. إذا أعزائي المستمعين نتواصلوا دائما معكم إلى غاية العاشرة في برنامجنا الرأي والرأي الآخر. اليوم خصصنا للناقلين الخواص في ظل والاحتيال تاعهم في ظل أزمة كورونا. معنا كذلك تعليقات تصلنا عبر الصفحة. سارة قدوم راهي تقول رانا دايما طالعين هابطين في الترونسبور ونشوفوا في الواقع من طرف عديمية الضمير والجشع. رغم هذه الظروف نزيدوا نقولوا كي ما ترحمش خوك في الأرض كيفاش تحوس ربي يرحمك، وربي قالنا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تحية لهشام زواغي راهو يقول هادو نصهم كانوا نعم سيدي الكريم. شكر خاص للتاكسيور اللي حكات عليه الخير، ربي يكثر من مثاله. نتمنى يكون في الاستماع ان شاء الله يا رب. نستقبلوا اتصال. السلام عليكم، يا مرحبا. الو وعليكم السلام ورحمه الاكرام. اهلين بام هيثم، صباح الخير. بكم واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله، وانتيا؟ لاباس الله يسوال عليكم ويعيشك. تفضلي سيده هيثم. يزيد فضلك ويعلي قدرك. يعيشك. حبيبتي ايمان، رانا نسمعوا فيك، عندك واش تقولي لنا رايك في موضوعنا لنهار اليوم؟ والله حبيبتي ايمان القناعه ما كانش. هو يقول لك ما تدي غير اللي يكتب لك، ما كان لا ياه تشقى والله تقعد. وكي يعود يدي زوج ويسلك على 4. علاه هذا الشيء اللي حطيته في جيبك حلال، وما تخدم يعني باللي قانع به وباللي راضي به، والله الزياده هذيك تجري وما تدي غير اللي يكتب لك، ما كان لا ياه. نعم. وعلاه يعني هكذا، وعلاه قنعوا بالشيء اللي يكتب ربي، تحبسوا حتى يزيدوا يحبسوكم ويزيدوا تقولوا لكم غير يفتحوا لنا ونجيبوا غير القوت لولادنا. نعم هم يحوسوا عليها ايمان حبيبتي. والله انا كاينه دي فوان نعود فيها غنهز واحد زوج عييت والله دو فوانا نداق مع واحد قال لي علاش تنحي لي في خبزة ولادي. انا قلت له في طريقي كيف نحيك في خبزة ولادك؟ هذا قال لي وليتوا تنافسوا فينا. اللي يخدم الخير عادوا ينحيوه، هما ما يخدموش الخير ويحوسوا اللي يخدم الخير يزيدوا ينحيوه له. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا والله يا إيمان حبيبتي واحد الوقت لحقنا ليه ربي يبقي يستر. آمين يا رب العالمين. سبحان الله. شكرا لك سيدة أم هيثم. وش بينا يا أخي مسلمين، يا أخي نقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. عليه الصلاة والسلام، الله يعزك ويجزاك. يا أخي الشيء اللي عطاه لنا ربي كاتب دوك هذه كورونا هذه كي كتبها ربي تلحق لينا لحقت لينا. يا سيدي وش هو هذا؟ ارضوا بالشيء اللي عطاكم ربي، اخدم بالشيء اللي كتبه ربي. نهار تجيب الخبزه ونهار ما كانش خير من ما تقعدش خناص. روح ترقد والناس اللي تعطيك الوقت هذاك طبق يديك والناس تعطيك. شكرا ليك سيدة أم هيثم. اخدم ب10,000 باب حنانين وغير كلها وموت. وشكون يضمن لك العشفه؟ الله يرضى علينا ان شاء الله. والله يا رب العالمين حبيبتي. امين يا رب العالمين. لا شكرا على وجهك. هذا تشوفيها في الموضوع هذا الشيء هذا او بارتو، او ما تقوليش غير في ميلا والله اي بارتو. احنا الجزائريين عاد خدمتنا. شكرا لك على التواصل سيدة أم هيثم، يعطيك الصحة، نهارك مبروك. نستقبلوا مباشرة اتصال آخر. يا مرحبا، صباح الخير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. من معي؟ صباح الخير أختي صباح إيمان. النور. معك خديجة من داكما. مرحبا، متى الأحوال خديجة؟ عسلامة. الحمد لله، الله يسلمك. الحمد لله. تفضلي. لاباس الحمد لله. تفضلي خديجة. الحمد لله. والله غير شوفي قبل ما نخوض لك في الموضوع نحب نقدم تحية لواحد الرباعي هكا مميز جدا. رباعي؟
رباعي. نعم. والله غير منهم السيدة ملكة والسيدة بلوصيف والسيدة أنور والسيدة هيثم اللي نحبهم بزاف بزاف. مستمعات الأوفياء لبرامج إذاعة الجزائر من شوفي قالت السيدة ملكة هذاك النهار قالت باللي ممكن تكرهوني ويسمحوا لي ومنا أنا نقولها العكس والله غير منكم نستفيد. البركة تاعنا راهي مجاهدة ورانا نعرف يعني ورانا كل مرة نديو الخبرة منها ونديو ونستفادوا منه واش راهي تعطينا كل مرة. وانا شخصيا ولا غير نستفيد منهم يعني ولا غير نحبهم خاصة السيدة بالوصيف يعني اللي ديما تقول لي اسمي نعيمة وانا اسمي خديجة نقولها ربي ينعم عليك ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. تفضلي خديجة. موضوعنا اليوم ربما انتم تاني في بيتنا راهو حصلكم نفس الشيء. والله يا إيمان هي على الوطن يعني كامل ككل. نعم على الوطن ككل اللي يشوف هكذا ماشي غير دوكا في ظل الكورونا ولا كاين في بعض المناسبات الإنسان يشوف مثلا مناسبة ولا يقول لك خلي نرفع في الأسعار ونخلي نتحايل وخلي يا سيدي وعلاه يعني راهو المواطن اللي راك تحايل عليه راهو كيما انت كيما هو يعني راكم سواسية في سفينة واحدة. أكيد ممكن شوفي تلقاي مثلا هذاك المواطن عنده حاجة هذاك راهو مثلا مول السيارة راهو تحايل عليه. نعم. وتلقاي هذاك المواطن اللي يسمى اللي تحايل عليه تلقاي حتى هو عنده حاجة راهو يتحايل على المواطن الآخر يعني هذا في هذا. نعم. علاه الظاهرة هذه تفشات ما نعرف لها يعني تشوفي مناسبة كيما هكذا المفروض نتراحموا فيما بيناتنا المفروض نساعفوا ببعضنا هذا يساعف هذا حتى ان شاء الله يرفع ربي علينا هذا الوباء هذا ونرجعوا كيما كنا ان شاء الله. المفروض الانسان يحس بخوه الانسان خطر. راني مثلا انا كنت خدامه من قبل ودوكا مانيش خدامه يعني ما عنديش حتى ممكن الشهريه تاعي ما باليش انا ما تكفيش ولا رزق على ربي والله ما هو العبد سبحانه والله ما هو كذلك رزق على ربي يعني ربي سبحانه هو اللي يرزق هو اللي صح. لا السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه يعني هذا امر مفروغ منه. أكيد. نعم خديجة يعني شكرا لك على التواصل نشكرك. بارك الله فيك دمتي وفية لنا حبيبتي. إلى اللقاء يومك مبارك إن شاء الله. تحية موصولة للأم عبد القدوس مهناوي اللي راهي تبعت بسلامها وتقول ناقلون خواص بدل ما يساعدوا الناس ولاو يغتنموا الفرص ويقولوا إن الدولة راهي حدت لنا من فوق 2 عباد نهزوا كيفاه نخدم. للأسف الشديد هذا هو المنطق اللي راه يمشي بين البعض ربي يهديهم. فوزي بن مسعود راهو يتفاعل معنا دايما. أم زياد صباح الخير شكرا لك وربي يعاونك أنت كذلك. راهي تقول رانا نركبوا عادي في ترونسبور وكاين الاكتضاد لأنهم ما يحترموش 50%. أم زياد تاكسي تاع القرارم يحسبوا البلاصة ب10,000. لا حول ولا قوة إلا بالله. نستقبلوا اتصال افتح. إذن السلام عليكم يا مرحبا أهلا وسهلا. صباح الخير أخت إيمان. صباح الأنوار. من معي؟ أم يحيى من ميلا. مرحبا بك سيدة أم يحيى. مرحبا أهلا. الله يسلمك. تفضلي. ثقافة التبليغ حنايا نشوفين كما نقولوها السبب الكبير في نظري انايا ما نبلغوش ما عندناش مصداقية ما تبلغي ما يستجيبوش. هذه نقطة. ونقطة أخرى كيف ما يستجيبوش؟ تروحي كاش مديرية معينة تبلغي على كاش شكوى ولا عندك انشغال ما يستقبلوكش ما يستجيبوش ليك؟ يستقبلك وكما نقولوها بالوجه الحسن والباشوش بصح الشكوى تاعك تروح هكاك. قصدك ما ياخذوهاش بعين الاعتبار؟ أكيد. وحاجة ما تخفاش علينا تسمى نهضر لهنا في ميلا. حنايا في ميلا ليلين تاعنا هم الأكثرية مدينهم معرفة. تسمى انتياك أصلا كي تروحي تشكي بهذاك بالنقل الخاص هذاك ودار فيها تجاوز ولا كاش من ولا من هي كي تلقاي بعدا تما في المديرية تاع النقل حبابو اللي رحتي شكيتي لهم ما يديروا له والو. أنا شخصيا صرات لي موقف مع سيارة الأجرة. نعم. مع سيارة الأجرة يعني في لامي تاع السيارة وهز
كما نقولوها الطريق قريبه خلاص. ما السعر ماشي تاع 15000 والله. مشى بيا 2 خطوات برك 15000. انا ما كانش عندي الصرف في انا اصلا كنت نتعامل مد 10000 وما نقدرش صراحه. الوقت هذاك ما عنديش الصرف، عطيت فيه 20000 رد لي 5000. علاه؟ قال لي 15000 الاخت. قلت له على خويا 15000 رانا موالفين نركبوا 10000 من البلاصه هذيك للبلاصه هذيك. واش قال لي؟ ها الماتريكول تاعي اختي وروحي يشكي، ولا كاش ما عندك ديري روحي دير. والله يا الله بالاسلوب هذا. واكثريتهم كما نقولوها الفئه الكبيره من المجتمع على بالها بهذه. الاكثريه تاعهم متقاعدي الجيش والاسلاك الامنيه. هذا ليس منطق، وهذا ليس بالمبرر، وهذا لا يعمم، وهذا والقانون راه يطبق على الجميع، لا اكس لا ايغراك يا ام يحيى، نكونوا واضحين وبدون دخول يعني في هذه الامور. بصح الواقع راهو حاجه واحده اخرى. كون لقينا حنايا حاله ايجابيه تعممت، واحد شكا مره. ان شاء الله مصالح مديريه النقل راهم يسمعوا فيك، نتمناو انهم يرجعوا على هذا الانشغال لانك طرحتيه يعني، وانشغال نقدروا نقولوا راهو يتحدث على الواقع من وجهه نظرك انت. هذا رايك. واحد ما يعترض عليه، رانا عايشينه 100%. ما تقدريش ومهما يكون ما رايحينش نقدروا نبدلوه فيه غير لا كانت بدلت العقليات الكل. ان شاء الله سيده ام يحيى، نشكرك على هذا التواصل. ما نقدروش نبدلوه. يعطيك الصحه ام يحيى، وقت البرنامج راهو على مشارف نهايته. نحييوك على صراحتك ونشكروك، وهذا رايك نحترموه اكيد. ومصالح مديريه النقل يمكنها الرد على هذا الانشغال مباشره في مواعيدنا المقبله او في قسم التحرير. اذا تحيه موصوله لكل اللي تفاعلوا معنا عبر صفحتنا في الفيسبوك: فتيحه ابراهيم، ام معاد العربي، ميلا بال، ام زياد، ونعتذروا اللي ما قدرناش نقراو التعليقات الخاصه بهم. إذن وصلنا إلى ختام عمر البرنامج. تحيات سمية كازيو رافقتكم في الإخراج واستقبال المكالمات في التنفيذي الهندسي عبد الفتاح بولودنين. مايكروفونيا كنت معكم